السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي بناتي طلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناتكم التعليمية تعلم اللغة الإنجليزية مع مستر وليد صفية. طبعا حبايبي غاليين عليا طبعا. هنكمل مع بعض تقييمات الوزارة، بس أحب أنوه لكل أبنائي وبناتي الصف الثاني الثانوي. طبعا امتحان شهر نوفمبر الأسبوع القادم بعد الانتخابات، فيا ريت نتابع الفيديو. أنا طبعا نشر من فترة بسيطة من يوم أو يومين، في كل حاجة مراجعة من كتاب المعاصر، الجيم، العمالقة، تجميع تقييمات الوزارة. هسيب لك الرابط في صندوق الوصف، وطبعا هيظهر معاك في صندوق العلامات وانت بتتابع فيديو النهاردة. تابع القناة وقائمة التشغيل لو انت فايتك أي أسبوع من تقييمات الوزارة. يا رب الفيديو ينال إعجاب الجميع. شكرا لكل اللي بيدعم القناة بالشير أو باللايك. اوعى تنسى تفعيل زر الجرس عشان تتابع كل طبعا الإشعارات والفيديوهات اللي بتنزل على التوالي. أي استفسار يا ريت تراسل القناة. يلا نشوف مع بعض الأسبوع العاشر الحادي عشر زي ما احنا قلنا مع بعض اهوت. احنا شايفين، نقول يلا بسم الله. طبعا بنوه إن الأسبوع الحداشر خاص بالوحدة الخامسة. طبعا مفيش موجود في الأسبوع الحداشر اختبار أسبوعي، ولكن أداء صفي فقط وواجب منزلي. نقول يلا بسم الله. أول جملة: We all knew that she was innocent but we didn't have any evidence. طبعا جميعنا نعلم إن هي كانت بريئة. innocent يعني بريء، وعكسها guilty مذنب. but we didn't have any لم يكن لدينا أي حجة. ممكن تقول proof أو evidence. طبعا deception الأخيرة خداع. objection اعتراض. disability عجز أو إعاقة أو عدم قدرة. بعد كده الجملة الثانية: I am not angry أنا مش غاضب because of the mistakes you have. طبعا mistake من قديم الأزل، واحنا نعرف إن make mistake يرتكب خطأ. يبقى أنا مش غاضب بسبب الأخطاء اللي أنت ارتكبتها. but about the repetition of the same mistakes ولكن غضبي من تكرار نفس الأخطاء. نشوف كده الأربع أفعال مع بعض كلهم تصريف ثالث. نعرف تصريف الأفعال حبايبي كده: forgotten يعني ينسى. forgotten. طب forgive يغفر أو يسامح. forgiven. thought بالنسبة thought ممكن تكون اسم بمعنى فكرة idea. أما هنا تصريف تاني وتالت من الفعل think يعتقد أو يفكر. think thought. أما made أصلها made. إذا الإجابة هنا إيه؟ من الأفعال الكولوكيشن أو الفيرب collocates with noun، الأفعال التي تتمشى مع بعض الكلمات أو الأسماء اللي احنا بنسميها المصدر المؤول والمصدر الصريح. يرتكب خطأ ممكن تقول ميستيك بس يخطئ، أو ممكن تقول ميك ميستيك يرتكب خطأ. الجملة 3: You must believe space your abilities. believe خلاف belief بالإف إيمان أو معتقد، إنما believe in يؤمن به. You must believe in your abilities يجب أن تؤمن بقدراتك to be able to compete عشان تقدر تنافس في أي شيء. طبعا حبايبي الوحدة الخامسة طبعا عنوانها media manipulation استغلال وسائل التواصل. manipulation استغلال أو احتيال وسائل التواصل. نشوف مع بعض باقي الأسئلة نستفاد، مش ننقل الإجابات وخلاص. نعرف معلومة ملحوظة، شرح قاعدة، شرح فروق كلمات. وصلنا للجملة رقم طبعا قلنا ميد ما عندناش عليها، وعندنا طبعا بليف ان. نشوف مع بعض بقى الجملة رقم 4: We often ask حمزة to make space when eating out. لما بنخرج ناكل بره المكان، يعني بره البيت نروح مطعم او مكان ناكل فيه،
دايما بنطلب حمزه ان هو يعمل لنا ايه؟ يذكرنا مكان، يوصلنا بمكان، يبقى ميك ريكومنديشن. طبعا حبايبي ان كلمه ريكومنديشن تزكيه او توصيه، يبقى ميك ريكومنديشن. الفعل اسمه ريكومند يعني يوصي او يزكي، يبقى ميك ريكومنديشن. ادفانتج يعني ميزه. اورفنيج طبعا دار ايتام او ملجأ. كونتكست السياق. 5 when you are obliged يعني مجبر مضطر to do something. لو انت مجبر تعمل حاجة يبقى it's compulsory. طبعا معناه ايه؟ obligatory، forced، necessary. يبقى انت مجبر مضطر شيء ضروري. optional اختياري في خيار او اختيار. forbidden ممنوع او محظور. unnecessary طبعا غير ضروري. طبعا الاقوى هنا في كلمه obliged وforced وcompulsory، صفات بمعنى اجباري او الزامي، يعني انت مضطر. وصلنا بقى للقاعده الجميله يا جماعه اللي هي اسمها question tag، السؤال المزيل. ان شاء الله وعدكم ان شاء الله فيديو كامل هنحل اكبر قدر ممكن جرامر الوحده الخامسه من كتب كتيره، تنوع لكل ملحوظه للسؤال المزيل. مجمل السريع كده، السؤال المزيل هو الذي ياتي في ذيل الجمله، عشان كده سميناه السؤال المزيل question tag. دي احد انواع الاسئله، سؤال بكلمه استفهام، سؤال بمعنى هل، والسؤال اللي هو المزيل question tag. هي جمله تنتهي بعلامه استفهام، علامات ترقيم، جمله خبريه مثبته او منفيه، نحط لها اخر نقطه. ازاي جمله تنتهي بسؤال؟ هنشوف مع بعض حالا. تكوينها طبعا في اخر كل جمله زي ما احنا شايفين في كوما ونقط وعلامه استفهام. بنكتب بقى في النقط ديت question tag، عباره عن فعل مساعد او ناقص، مثبت او منفي. افعال مساعده زي ام ويز وار ووز وير دو داز ديد كان ويل شال هاف هاز وهكذا بقى. وود شود مايت، مثبت او منفي، وبعدها ضمير اي او هي او شي او وي او زي او يو. تعالوا نتعلم مع بعض كده. الجمله الاصليه مثبته يبقى التاج منفي والعكس صحيح. بالعاميه معناها اليس كذلك، بالبلدي كده مش كده. نشوف مثال مع بعض كده. وادي طبعا بحاجه شاذه. I am not very good at painting. طبعا وجود فعل مساعد am بس منفي am not. انت قلت يا مستر الجمله منفيه يبقى التاج مثبت، يقوم الطالب مختار am I. اقول له انت فهمت القاعده صح، بس هنا في ملحوظه شاذه. اذا كانت الجمله تحتوي على verb to be بالاخص am، فاقول I am not، التاج بتاعها ايه؟ am I. طب لو مثبته، لو قال لي I am very good يبقى aren't I. تاني I am a doctor، aren't I a doctor، يبقى aren't I. طب I am not يبقى am I. he is isn't he. they are aren't they. she can't can she. it eats اجيب بقى فعل مساعد doesn't it. they played didn't they. بنبه تاني am لو هي مثبتة أقول I am a teacher I am a student I am very good at. يبقى التاج بتاعها aren't I. ممكن تقول am I not. أما لو هي منفية عادي النوت تشيل النوت وخلي الإثبات I am not تبقى am I، زي isn't تبقى is، زي aren't تبقى are. 7 الجملة فيها you hardly ate. الفعل المساعد عندي يا حبايبي ate، مش فعل مساعد، فعل أصلي أساسي أكل. ate دي بقى أنت تجيب لها did. النفي من did didn't، بس الجملة فيها منفية. إيه اللي عرفني يا مستر؟ كلمة hardly، ملحوظة قوية جدا برضو، وداخل في التقييم هنا من الملحوظات القوية بتاع question tag. hardly scarcely rarely never seldom، أكنها not بتاع isn't aren't don't can't wouldn't will not. يبقى النفي يبقى مثبت، يبقى اروح احط لك كلمه did. يو موجوده انزلها زي ما هي يبقى did you. لو قال لك you ate يبقى الحل didn't you. لو قال لك you didn't eat برضه يبقى did you. 8 يارس got a new laptop. يا ترى الابوستروف اس ما طبعا لها ملحوظات كتير جدا ان شاء الله، بس يبقى نخلص التقييم ده هو بس في عجاله وبعض الملحوظات البسيطه وشرح بسيط. هناخد طبعا في تدريبات كتيره جدا في فيديو قادم باذن الله، انتظروا وتابعوا القناه.
يارس جوت. الابوستروفي اس اختصار از او هاز. في جوت على طول تصريف ثالث او في كلمه جوت يبقى اختصار لهاز. التاج من هاز ايه؟ هازنت. يارا مفرد مؤنث اكنها شي يبقى هازنت شي. بالمناسبه اهو يارا تمتلك لابتوب جديد، اليس كذلك؟ مش كده يبقى هازنت شي. رقم 9 you needn't revise. طبعا برضو ملحوظه جدا needn't لا ملحوظه ثابته في القاعده. needn't تتحول لنيد، اما العكس اعتبرها فعل عادي. نحل الجمله الاول مع بعض. الاول you needn't revise your answer before correcting it. ليس هناك داعي لمراجعه الاجابه قبل تصحيحها يبقى need you. لو قال لي you need يبقى don't you. you needed didn't you. اما you needn't يبقى need you. زي isn't is aren't نازله زي ما هي. he would buy that car if he had enough money. طبعا absurd دي اختصار would او had، بس في مصدر بيختصر would والفعل المساعد would مثبت انزله منفي يبقى wouldn't he. بقول تاني ان شاء الله تابع الفيديو القادم باذن الله قبل ما نخش على الاسبوع ال 12 في التقييمات. هنحل اكبر قدر ممكن نوضح مع بعض تاني القاعده بالتفصيل وتلاقيها سلسه جدا، لان هي المشكله في كويشن تاج كثره الملاحظات الموجوده فيه. نشوف بعد كده بقى الواجب المنزلي. بقول هنا يا جماعه اهوت الواجب المنزلي رايت ان اسي. اكتب مقال من 100 او 180 كلمه عن الموضوع الاتي او الفقره الاساسيه. بتقول ايه بقى؟ how to be helpful to your community and positive about its problems when you grow up. ازاي تكون مساعد للمجتمع بتاعك، تفيد المجتمع يعني تساعده ازاي، تكون ايجابي بشان مشاكله لما تكبر. طبعا طلبه كتير بتنقل يا ريت تكتب باسلوبك. هنشوف مع بعض اسلوب بسيط برضه لهذا الموضوع. تابع الفيديو ان شاء الله. يا ريت يكون فيديو النهارده مفيد واستفدنا منه. بنوه تاني حبايبي استفاد، متنقلش وخلاص. عندك اي معلومه استفسار ابعت وراسل القناه بجانب اللي انت بتشتغل معاه او بجانب الكتاب بتشتغل منه. وبرضه بقول راجع واستعد لو انت ما امتحنتش في اي محافظه اختبار شهر نوفمبر. في فيديو طبعا منشور ومرفوع على القناه بقاله يوم او يومين. تابعه وهسيب لك الرابط في صندوق الوصف، وهيظهر عندك برضو انت بتتابع الفيديو بتاع النهارده. في مراجعه جميله جدا على الكلمات وعلى الجرامر ومهارات الكتابه كل صغيره وكبيره، والتقييمات وكتاب المدرسه الوحده الثانيه والثالثه والرابعه من جيم ومعاصر وعمالقه. يا رب فيديو النهارده ينال اعجاب الجميع. منتظر دعمكم وشكرا لكل المشتركين. ولو انت اول مره تشوف الفيديو يا ريت تشترك في القناه وفعل زر الجرس. خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح الدائم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوف مع بعض زي ما قلنا موضوع المقال الخاص ب positive about the future problems, how to be helpful to the community. Every community faces problems like pollution, poverty or poor services. أي مجتمع وكل مجتمع بيواجه مشكلات زي التلوث، الفقر poverty or poor services أو الخدمات الفقيرة السيئة. The best way to deal with these issues قضايا موضوعات يعني topics. أفضل طريقة للتعامل مع هذه القضايا is to stay positive أن تكون إيجابي and believe that change is possible وتؤمن بأن التغيير ممكن. Instead of complaining بدل الشكوى we should try to understand the problem. يجب أن نحاول أن نفهم المشكلة and think of simple solutions ونفكر في حلول بسيطة. Teamwork is very important. العمل الجماعي شيء مهم جدا because community challenges لأن تحديات المجتمع can't be solved لا يمكن حلها by one person alone بواسطة شخص واحد بس لوحده أو بمفرده. We can also be helpful نكون معونين مساعدين by volunteering من خلال التطوع. Small actions أي عمل صغير such as cleaning the street مثل تنظيف الشوارع helping elderly people مساعدة الناس الكبار في السن or joining charity activities أو الانضمام أو الاشتراك في أنشطة جمعية خيرية can make a big difference ممكن يحدث فرق واختلاف. In addition بالإضافة لذلك encouraging others تشجيع الآخرين and spreading hope ونشر الأمل creates a positive spirit يخلق روح إيجابية in the community في المجتمع
when people support each other لما الناس تدعم بعضها البعض the whole community becomes stronger and better المجتمع بالكامل يصبح أقوى وأفضل. حبايبي وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو مثمر ومفيد للجميع. طبعا نعمل شير لكل حبايبنا في كل مكان ونستفيد من كل اللي موجود على القناة وننتظر المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.